مشروعك جديد وراك حاير اسكو تخدم باجه وحده ولا شحال من باجه. خلينا نهضروا على مشكل تعدد الصفحات. فرضا انت مشروع جديد ولا راك في البدايه تاعك وراك فاتح شحال من صفحه تسوق بها لمشروعك. السؤال اللي نطرحه لك، اسكو راك ماخذ مشروعك بجديه وراك حاب تصنع له علامه تجاريه الونتان، ولا عندك ستوك وراك حاب تليكيديه، ولا كل خطره راك تبدل في ستوك تاعك. في الحاله اذا عندك مشروع وراك حاب تاخذه بجديه وراك تبيع دائما نفس النيش، النصيحه اللي نمدها لك ما تستعملش شحال من صفحه، استعمل صفحه واحده باسم واحد ومتجر واحد، لانه الخدمه الاساسيه لك تخدم عليها دركا ماشي انك تبيع للعميل الجديد وخلاص، لا انك تحافظ على العميل اللي شرى عليك وكي حاب يعاود يشري عليك يلقاك بسهوله. وتاني تقدر تخليه يشفع عليك من خلال محتوى قيمي وتسويقي تقدمه عبر الصفحات تاعك. اما اذا كان مشروعك يستهدف شحال من نيش ولا كل خطره تبدل لي تيب تاع لي برودوي، خطره كوسميتيك، خطره الكتروميناجي اكسيتيرا، هنا تقدر تستعمل شحال من باجه وشحال من كونت بيبليسيتير. ولكن عندك ميزه واحده ما راكش رايح تتحصل عليها، واللي هي العلامه التجاريه، لانه العميل اللي شرى عليك الخطره الاولى ماذا به يعرف العلامه التجاريه اللي شرى عليها ويزيد يعاود يشري عليها خطره وزوج ثلاثه، خاصه العملاء من كلاس ا. واذا كنت دائما تغير في الستور تاعك والصفحات تاعك في العلامات التجاريه، من المستحيل العميل يتفكرك ويعاود يولي لك. وهذه كانت بعض النصائح اللي ممكن يفيدوك. اذا عندك اي سؤال ولا استفسار تقدر تخليه لنا في كومنتار. سلام.